تعال أقولك، العشم غشم. أغلب صدمات بيعيشها الإنسان مش سببها الأشخاص ولا الأحداث، سببها العشم الزايد في الناس وتوقعاته المثالية تجاههم. العشم في بشر زيك هيموتك بالبطيء، وهيعيشك في دايرة من الخذلان والحزن والألم ومعاني كلها سلبية. خليك دايما في الحد الأدنى، ولو في حياتك حد طيب هتلاقيه دايما بيسبق ويفوق توقعاتك من قبل حتى ما تطلب أو تستنى. الدنيا أصلها مش كاملة، والناس طبيعتها النقص. كل إنسان بتحكمه ظروفه ومشاعره وأفكاره ومخاوفه الشخصية، وفي نقص وضعف، وطبيعي يغلطوا أحيانا ويكون أدائهم عكس توقعاتك أحيانا. عاملهم من غير عشم ولا توقعات، وسبق بالإحسان والعطاء على قد ما تقدر من غير انتظار مقابل. والأفضل ليك من البداية إنك تتعشم في رب الناس، سبحانه هو الفاعل، والناس في الأساس مجرد أسباب. ارفع سقف توقعاتك مع الله وبس، هو الملاذ اللي ما بيخذلش صاحبه أبدا.